في ظل المزايدات الإعلامية التي تروج لها بعض الأطراف الإعلامية والمواقع الإلكترونية العربية حول لقاء الجزائر مصر، وسعي منها لنزع فتيل الصراع الجماهيري وسط أبناء الجالية المصرية والجزائرية المقيمة هنا بديار المهجر، نظم هذا اللقاء الكروي بين نادي همزة وصل المصري بالجنوب الفرنسي والجمعية الرياضية الجزائرية بمنطقة بروفونس. هي المباراة عبارة عن لمسة تعارف بيننا وبين الجالية المصرية والجالية الجزائرية لتوضيح الأمور إن المباراة اللي جاية بتاعت مصر والجزائر ما هي إلا مباراة كرة قدم، واللي كويس هو اللي يفوز. المقابلة راح يجري في أجواء أخوية، ونطلبوا ربي سبحانه يوم 14 نوفمبر المباراة تكون في جو رياضي أخوي. وقد اتسمت هذه المباراة بروح رياضية عالية بين عناصر الفريقين، هذا وقد أبرز للعربية عدد من اللاعبين مدى عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وهذا رغم ما قيل ويقال الآن في صحافة البلدين. يعني بتعبر عن الروح الأشقاء ما بين مصر والجزائر، وده تاريخ طويل ما بين مصر والجزائر، وبنحاول إن احنا ندي صورة حب عن البلدين وعن الشعوب وكده يعني. لحد الآن فائز من؟ الجزائر، بس اللي لسه هنشوف مين اللي يضحك في الآخر. ومن جهتها دعت الجمعيات الجزائرية إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين التجار والطلبة ورؤساء الجمعيات لتجاوز الحساسية الزائدة في مثل هذه المناسبات الرياضية. مصر والجزائر دولتين يعني كبار، ومش مباراة 90 دقيقة هي اللي فرق بين دولتين يعني، واحنا هنا اشقاء بنلعب مع بعضينا في الماتش، ما فيش أي مشكلة خالص. وإن شاء الله يعني تكون مقابلة أخوية ومثالية إن شاء الله، والأحسن يفوز. هذا وتعتبر هذه المباراة واحدة من عشرات المباريات التي نظمت في مختلف المدن الفرنسية عشية المباراة الرسمية بين الجزائر ومصر. سمير شعبنا، العربية، من ملعب سلو، فرنسا.